السلام عليكم، جمعة مباركة، تحية للجميع. بزاف الأسئلة على ميركاتو الرجاء، واخا يعني الاهتمام كله ديالنا منصب دابا على الكان والماتش ديال اليوم وكذا، فغيكون فيديو يقصر على الرجاء. الميركاتو ديال فريق الرجاء الرياضي باقي ما سالاش، لأن ضروري خاص اريير غوش. الصفقة ديال العامري، يوسف العامري راه تمات بالنسبه ديال 90%، لان كيتسناو غير اللاعب يسالي باش يسيني. الرجاء اوكي، الاهلي اوكي، بقى اللاعب لانه كاين مع المنتخب الوطني خصو يسالي، وبالتالي خاص اريير غوش اللي ما يخرجش على واحد 3 ولا 4 ديال الاسماء. اولهم يعني لاعب مغربي عنده اكسبيريونس مزيانه اللي كيتسناو الرد ديالو، تعطاه مونطون ولا تعطاه اوفر في المستوى اللي كيليق به، فكينتظروا يعني الرد ديالو، لا سيتياسيون ديالو شنو غيدير مع الفريق ديالو. الا كان غيكون اول خيار، لا ما كانش غيكون لاعب اللي هو اجنبي. الا ما كانش هذا اللاعب مغربي، فلا ريغوش فريق الرجاء الرياضي في الميركاتو الشتوي غيكون لاعب اللي هو اجنبي عربي، بغينا نقولوا. وثلاثه ديال الاسماء اللي مطروحه من بعد هذا اللاعب اللي هو يعني اريغوش مغربي. وربما كيشوفوا حتى وسط ميدان دفاعي، يكون شي لاعب اللي يتزاد في وسط الميدان الدفاعي على حساب المعايير وعلى حساب يعني داكشي اللي محدو المدرب في القيمه ديال هذا اللاعب اللي خصو يجي يعزز الصفوف ديال فريق الرجاء الرياضي. فكنظن جوج ديال الصفقات بين اريير غوش وبين لاعب خط وسط الميدان، وغيبقى ديك الساعه يشوف القرار ديال المكتب على حساب يعني محسن متولي واش يرجع ولا ما غيرجعش. وكنظن بان بهاد لي ركن اللي دار وبهاد لي زي اللي كاينين دابا وحتى شي واحد ما غادي يتريزيدي عليه، فما كنظنش كاين توجه باش ان يعني محسن يرجع للفريق الرجاء الرياضي بلا ما نهضروا على الاكسبيريونس ديالو، على القيمه ديالو داكشي. مي كنهضر من ناحيه ديال القرار ديال المدرب وديال الاداره ديال المكتب، لان محسن ما كتناقش قيمته، ما كتناقش تجربته وخبرته داخل الميدان. مي كيبقى الوضع داخل فريق الرجاء الرياضي كيفاش داير، واش غادي يسمح باش ان يتزاد لاعب في هذاك لي بوست ولا لا، بغض النظر على المستوى اللي قدموا دوك اللاعبين في الشطر الاول من الدوري الاحترافي. ماشي حتى الشطر الاول، غير هاد الماتشات اللي تلعبوا، فهذا نقاش اخر. كنظن يعني الرجاء عندهم دي ماتش اميكو غيلعبوا مع جديده، غيلعبوا 2 ماتش اخرين مع المغرب الفاسي، وغيلعبوا ماتش اخر الى تكون فيرما مع طنجه. كنظن ماتش مع شي فريق واقيلا في الدوزيام ديفيزيون غالبا بني ملال كاخر ماتش قبل ما يدخلوا، قبل ما تبدا يعني يرجعوا المنافسات بشكل رسمي. كنظن هادشي اللي كاين في فريق الرجاء، بمعنى الميركاتو ديال الرجاء راه باقي ما سالاش. 3 ديال اللعابه اللي جاو دابا، النيجيري برقوق واللاعب اللي شراره، هادو 3. مي كنظن غيتزادوا 2 ديال اللاعبين باش يوليو 5 ديال لي ريكروتمون فريق الرجاء الرياضي. واش غيعطيو اضافه ما غيعطيوش، داكشي كيبقى غنشوفوه في الماتشات. المستوى كيفاش غيكون ديال فريق الرجاء الرياضي كذلك غادي نشوفوه في الماتشات، ما غتقدرش تحكم من خلال الاستعدادات كانت مزيانه وباقا غدا مزيانه، اجواء مزيانه، كلشي متفائل. يعني كاين تغييرات اللي غتوقع حتى في التشكيله الرسميه من خلال يعني هذا البيريود اللي دوز المدرب مع اللاعبين، وهذه الاستعدادات اللي دازت، وكيفاش كل واحد يعني في يعني يقدم المستوى ديالو خلال لي زونطرينمون. فكنظن غتكون تغييرات كثيره حتى في يعني ملي غادي يرجع فريق الرجاء الرياضي للمباريات الرسميه. كنظن غتكون تغييرات حتى في التشكيله الرسميه ديال الفريق. بالتالي يعني المستوى الحقيقي فريق الرجاء الرياضي اليوم اللي غيتحمل فيه المسؤوليه من خلال هذه التعاقدات ومن خلال هذه الاستعدادات هو فاضلو الطاقم التقني اللي معاه، اللي خصهم يديروا عمل اللي يخلي فريق الرجاء الرياضي يوصل ويقدم الاداء والنتائج المطلوبه عند الجماهير من اجل المنافسه على لقب الدوري الاحترافي او احتلال المركز للمنافسه باش الرجوع للمنافسه الافريقيه، وكذلك يعني لقب ديال كاس العرش من غادي يعني تبدا المنافسه ديالو. فكنظن بان لحد الساعه الاجواء ايجابيه، بغض النظر على يعني واش هاد لي ريكروتمون غيعطيو الاضافه ولا لا. مي لحد الساعه راه الاستعداد غدا بشكل جيد، غدا بشكل ايجابي. كاين تفاؤل كبير داخل المجموعه، مي كاين عمل كبير كيتسنى المكتب المسير، خصوصا في هاد 2 ديال لي بوست. شكون هو اللاعب اللي غيقدر يجي كارير غوش
على حساب المفاوضات، وشكون هو اللاعب اللي غادي يقدر يجي كميليو ديفونسيف على حساب كذلك المفاوضات، وماشي غير المفاوضات، الاختيارات، لان هذه مركز داك ظهير ايسر محدين الاسماء 1 2 3 4. كاين المفاوضات، الا تحسمات المفاوضات بمعنى راه التصور واضح، مي في خط وسط مازال كاين بحث على لاعب اللي بالمواصفات اللي باغي المدرب، باقي ما كاينش اسماء محدده او لا مفاوضات مع اي شي لاعب، باقي لحد الساعه الناس كتقلب وكتشوف شكون هو البروفيل اللي يكون مزيان لفريق الرجاء الرياضي في هذه المساله. باقي الامور الرجاء رجعوا كانوا كيترينوا في برشيد، حساب كانوا عاطين المالي الاكاديمي، كانوا عاطين الوازيس بوركينا فاسو، دابا راه الرجاء لا الاكاديمي لا الوازيس راه الاشاره، وعشوا تبارك الله في المستوى، يعني الاجواء ديال الاستعدادات هي في المستوى. نتمنوا الخير للرجاء وجميع الانديه المغربيه باش منين نرجعوا كيف شفنا هاد التيرانات وشفنا هذا المستوى ديال لاكان نشوفوا مستوى وتنافسيه في الدوري الاحترافي. تحيه للجميع.